المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. السفير عيسى أحمد يسلم أوراق اعتماده لرئيس ليبيا. دعوة للإسراع في الحصاد في مندفرة. الجالية الإريترية في قطر تعقد مؤتمرها. مئة قتيل على الأقل في هجوم بسيارتين مفخختين في مقديشو. إعلان الحداد في كوريا الجنوبية بعد مقتل 151 شخصا في حادث تدافع. وعشرات الحرائق في إسبانيا بسبب زيادة درجات الحرارة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. سلم السفير عيسى أحمد عيسى أوراق اعتماده لرئيس ليبيا محمد يونس المنفي في 29 من أكتوبر سفيرا غير مقيما لإريتريا في ليبيا. وقدم السفير عيسى في اللقاء الذي جرى في القصر الرئاسي في طرابلس أمنيات فخامة الرئيس إسياس أفورقي الطيبة، مؤكدا على استعداد إريتريا للدفع بعلاقات التعاون والشراكة الثنائية والعمل المشترك في القضايا التي تهم البلدين. وأوضح الرئيس محمد المنفي رغبة واستعداد بلاده لتقوية العلاقات الأخوية الإريترية الليبية في المجالات المذكورة عامة، والدبلوماسية والاقتصاد والقضايا الإقليمية والدولية خاصة. وأعرب الرئيس محمد المنفي عن تمنياته بدوام الصحة للرئيس إسياس أفورقي والسلام والازدهار للشعب الإريتري والتوفيق للسفير عيسى في عمله. وكان السفير عيسى أحمد عيسى قد قدم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية الليبي في 28 من أكتوبر، وبحث تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. دعا مكتب وزارة الزراعة في مديرية مندفرة المزارعين للإسراع في الحصاد للحيلولة دون تلف المزارع بالأمطار التي تهطل متأخرة. وأوضح مسؤول المكتب السيد برخت تخلسلاسي هطول أمطار جيدة من شهر يونيو في جميع مناطق المديرية، وبلغت جميع مزارع الذرة والبقوليات والبذور الزيتية مرحلة الحصاد. وأشار إلى توزيع بذور القمح المحسنة للمزارعين النموذجيين، وكانت نتائجه جيدة. وذكر المزارعون أن بذور القمح المحسنة التي زرعوها في العام الماضي حققت 50 من الهكتار الواحد، وتم توسيع زراعتها هذه السنة توقعا لحصاد وفير. وأشاد مدير مديرية مندفرة السيد حزقياس وهبت بجهود المزارعين لرفع الإنتاج. عقدت الجالية الإريترية في قطر مؤتمرها الثامن يوم 28 من أكتوبر تحت شعار الجالية للجميع. وأوضح سفير إريتريا في قطر السيد علي إبراهيم في افتتاح المؤتمر أهمية الجالية لتأطير المواطنين وترسيخ القيم وحماية الثقافة وتعزيز الهوية وصورة الوطن، مشيدا بجهود اللجنة التحضيرية. وأكد وقوف السفارة إلى جانب الهيئة الإدارية المنتخبة حديثا في أنشطتها الوطنية والمجتمعية. وقيم المؤتمر تقرير الهيئة الإدارية المنتهية فترتها، وانتخب هيئة إدارية جديدة من 11 عضوا. هذا وعقدت الهيئة الإدارية الجديدة للجالية الإريترية في قطر اجتماعها الأول في 29 من أكتوبر، وقسمت مهام العمل وبدأت في تنفيذ برامجها. وزع قسم الأراضي والزراعة في الإقليم الأوسط قام بتوزيع أكثر من 40 ألف فرخة بأسعار رمزية ل90 مزارع. وأوضح مسؤول وحدة تربية النحل والدجاج السيد فسهاية تسفاتيون أن الفراخ المقدمة جزء من برامج تحسين حياة المزارعين. وذكر وجود 5 جمعيات لتربية النحل تضم 181 عضوا يمتلكون حوالي 8148 منحلة حديثة و90235 منحلة تقليدية، مشيرا إلى تنظيم الدورات التدريبية لمربي النحل.
أفاد الكادر الصحي في هيكوتا بأن الجهود تبذل لتحسين خدمات المركز الصحي. وأوضح مسؤول المركز الصحي الممرض عبد الله حمد استمرار الجهود لتحسين الخدمات وضعا في الاعتبار ازدياد المستخدمين وارتفاع الوعي الصحي. وأشار إلى قيام المركز الصحي بأنشطة التوعية الصحية للمرضى المراجعين، والذي أسفر عن تزايد مستخدمي المركز الصحي وارتفاع تطعيم الأطفال وخدمات رعاية الأمومة والطفولة والولادة في المركز الصحي. وذكر المواطنون بأنهم كانوا يتوجهون إلى بارونتو وتسني للحصول على أبسط الخدمات والدواء، معربين عن الارتياح لحصول الخدمات الصحية عن قرب. مشاهدينا الكرام، نواصل نشرتنا الإخبارية بعد هذا الفاصل. في الأنباء العالمية، قتل ما لا يقل عن 100 شخص بينهم أطفال في هجوم بسيارتين مفخختين وقع يوم السبت عند تقاطع مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو، على ما أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. وقال إثر تفقده موقع الهجوم: حتى الآن بلغ عدد القتلى 100 وثمة 300 جريح، مشيرا إلى أن عدد القتلى والجرحى يواصل الارتفاع. وانفجر السيارتان مفخختان بفارق دقائق قرب تقاطع مزدحم في مقديشو، وتلا ذلك إطلاق نار في هجوم استهدف وزارة التربية الصومالية. وأدى الانفجاران إلى تحطم زجاج الأبنية المجاورة، فيما تطايرت الشظايا وارتفعت سحب الدخان والغبار في الجو. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء حتى الآن، لكن السلطات الصومالية عادة ما تنسب هجمات كهذه إلى متمردي حركة الشباب الإسلامية المتطرفة، التي ما زالت تنفذ اعتداءات في العاصمة والمدن الصومالية الكبرى. لقي 151 شخصا على الأقل، بينهم 19 أجنبيا، مصرعهم، وأصيب عشرات آخرون في تدافع بحي بوسط سيول، حيث احتشد الآلاف في شوارع ضيقة للاحتفال بعيد الهالوين وفق ما أعلنت السلطات. وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عن أسفه لمأساة وكارثة ما كان يجب أن تحدث، واعدا بأن حكومته ستجري تحقيقا صارما لتحديد أسباب المأساة، وهي من أخطر الكوارث في تاريخ كوريا الجنوبية. وأعلن رجال الإطفاء من جهتهم أن هناك 19 أجنبيا بين قتلى التدافع الذي حصل خلال حفل لعيد الهالوين في وسط سيول، من دون أن يحددوا كل جنسياتهم. وصرح المسؤول في الدفاع المدني تشوي سونغ ووم لصحفيين في مكان الحادث بأن التدافع وقع ليلا، وقد لقي كثير من الضحايا مصرعهم دهسا. اشتعلت عشرات من حرائق الغابات في شمال إسبانيا بعد أن أدى ارتفاع الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، وبلوغها 30 درجة مئوية في بعض المناطق، إلى جفاف النباتات الخضراء وتحولها إلى وقود جاف، الأمر الذي زاد المخاوف بشأن تغيير أنماط الطقس في أوروبا. وفي إقليم الباسك ومنطقتي أستورياس وكانتربيريا تم الإبلاغ عن 40 حريقا بحسب وكالات الطوارئ الإقليمية. وتنبأت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في إسبانيا بأن هذا الشهر قد يكون شهر أكتوبر الأعلى حرارة منذ بدء التسجيل، وقالت إن كل يوم من الشهر عاد أول أيامه كان أعلى حرارة من درجة الحرارة الطبيعية المشهودة في هذا الوقت من العام. حرائق الغابات على 775,941 هكتارا هذا العام، وهي ثاني أكبر مساحة مسجلة في التاريخ وفقا لبيانات مركز الأبحاث المشترك التابع للاتحاد الأوروبي. سجلت شركة سكك حديدية سويسرية رقما قياسيا لأطول قطار للركاب في العالم خلال رحلة على أحد أروع المسارات عبر جبال الألب. وسير شركة ريتيان لسكك الحديد قطارا يبلغ طوله 1.9 كيلومتر، ويضم 100 عربة ركاب و4 محركات على طول مسار ألوبلا برينينا من بريدة إلى برغون. وكانت
كانت منظمة اليونسكو قد صنفت في العام 2008 هذا المسار باعتباره موقعا للتراث العالمي، حيث يمر عبر 22 نفقا، بعضها بشكل حلزوني عبر الجبال، وفوق 48 جسرا منها جسر لاندسفار الشهير. واستغرقت الرحلة بأكملها والبالغة حوالي 25 كيلومترا حوالي ساعة. وقال ريناتو فاسياتي مدير شركة ريتيان إن الهدف من تسجيل الرقم القياسي هو تسليط الضوء على بعض الإنجازات الهندسية لسويسرا والاحتفال بمرور 175 عاما على إنشاء السكك الحديدية السويسرية. سيداتي سادتي، نذكر بالعناوين ختاما للنشرة. السفير عيسى أحمد يسلم أوراق اعتماده لرئيس ليبيا. دعوة للإسراع في الحصاد في مندفرة. الجالية الإريترية في قطر تعقد مؤتمرها. 100 قتيل على الأقل في هجوم بسيارتين مفخختين في مقديشو. إعلان الحداد في كوريا الجنوبية بعد مقتل 151 شخصا في حادث تدافع. وعشرات الحرائق في إسبانيا بسبب زيادة درجات الحرارة. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في الختام إليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، نستودعكم الله، إلى اللقاء.